ازيكم عاملين ايه رأيكم النهارده تيجوا نعمل بطاطس محشية لحمة مفرومة حلوة جدا جدا، وتعتبر برضو أكلة اقتصادية في الظروف اللي احنا فيها دي دلوقتي. هقولكوا على طريقتها وازاي تطلع معاكم حلوة كده. اول حاجة هنكون جايبين البطاطس الصغيرة دي حسب بقى الكمية اللي انتوا عايزينها، وبعد كده بشيل بس بقطع بالسكينة حتة من فوق وببتدي اقورها. خدوا بالكم ان هي بتكون ناشفة قوي، فاكيد هتتخرم منكم، بس حتى لو اتخرمت من تحت مفيش اي مشكلة خالص. بتنيموها في البايركس او في الصينيه بتاعتكم، مفيش حاجه بتخرج منها. كده انا هخلص الكميه بتاعتي كلها. الحشو بتاع البطاطس ده اللي هو خرج اوعوا ترموه. هقول لكم هنعمل بيه ايه. هنا بديها تحميره في الزيت بس بسرعه كده ونطلعها على طول. بجهز البايركس بتاعي، عندي لحمه مفرومه معصجه. باخد الحشو بتاع البطاطس اللي انا خرجته وبحطه في ارضيه البايركس بتاعي. بعد كده باخد البطاطس بعد ما اديتها تحميره في الزيت، تحميره بسيطه، وبنطلعها وببتدي احشيها باللحمه المفرومه. زي ما قلت لكم ما تخافوش اي حاجه لو اتخرمت منكم، احشوها عادي جدا وبعد كده نيموها في البايركس، ما بيطلعش منها اي حاجه. كده خلاص انا هخلص كميه البطاطس بتاعتي كلها، وبعد كده هجهز المرقه اللي انا هسقيها بيها. كده خلاص خلصت الكميه كلها، وبقى باقي لحمه مفرومه حطيتها برضو في الارضيه مع البطاطس. جيب حله صغيره احط فيها شويه ميه وانزل عليها بمكعب من المرقه، وبعد كده بحط عليها حوالي معلقتين صلصه، وهنحط شوية فلفل اسود وشوية بهارات من اللحمة، واحطها على النار واحط عليها معلقة من الزبدة. سيبها بقى تسيح على النار وتسخن، وبعد كده بسقي بيها البطاطس بتاعتي. كده بقت البطاطس بتاعتي جاهزة خلاص. كده سقيناها، هنقفلها بورق فويل. الخطوة دي مهمة جدا عشان البطاطس تستوي كويس. نقفلها كويس، تدخل على فرن سخن على درجة حرارة 180 لحد ما تستوي كويس قوي. بعد ما تطلعوها وتتأكدوا ان هي استوت، شيلوا الورق فويل وابتدوا افتحوا الشواية عشان تاخد لون حلو زي اللي انتوا شايفينه ده. وبتطلع مستوية وجنبيها شوية رز بالشعرية او بعيش، بتبقى تجنن. جربوها قولولي رأيكم. يلا باي باي.